السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله كما مولفين في القناة ديالي وصفات اللي هما ساهلين وبساط وفي متناول الجميع. غادي نقدم لكم هاد الفطائر اللي هما كيجيو بين البغرير والمخنفر بطريقة اللي هي بسيطة وبمقادير اللي متواجدين في أي بيت. بسم الله وعلى بركة الله. هنايا غادي نبداو. بالنسبة للقياس كنقيسو بنفس القياس، كاس، زلافة، اي قياس كتاخدو نفس القياسات. هنايا خديت 2 كيسان ديال الفورص، وخديت 2 كيسان ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، وخديت معلقه ديال الخميره حبيبات، وكيس ديال خميره الحلويات 8 غرام، ومعلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وخديت معلقه صغيره ديال الملح. هنايا خلطت النواشف كاملين. وبالنسبه للقياس ديال الماء كما قلنا الفورص والفينو كناخذوا نفس القياس وكنعبروا بنفس الكاس. وبالنسبه للماء هنايا كما شاهدتوا راه درت 2 كيسان يعني ديال الفورص. هنايا غادي ندير 4 الكيسان ديال الماء، وغادي نزيد الكاس الخامس، يعني بحال قلتي نفس الكميه مضوبله ونص. نتمنى انكم تفهموا. يعني الا درتو زلافه ديال الفورص غادي ديروا 2 زلايف ونص ديال الماء. واضح؟ صافي هنايا راه زدت هذيك الكميه. هنايا كما كتشوفوا راه زدت غير 4. غادي نخدم كلشي مزيان، عاد غادي نزيد الكاس الخامس. هنايا راه طحنت مزيان، ضروري انكم تطحنوها مزيان، ما تبقاش ديك السميده هكاك حبيبات. طحنوها تنسجم مزيان وتولي كريميه الخليط، يعني كريمي كما شفتوا. هنايا راه زدت الكاس الخامس. صافي غادي نغطيها. المهم غادي طحنوها واحد 5 دقائق بحال هكاك. ديروها في كاس ديال العصير ولا بهادي بحال اللي متوفر. صافي غادي نغطيه هنايا ونخليه، ضروري تخليوه يخمر مزيان، ماشي بحال البغرير، تخليوه حتى يخمر مزيان. هنايا غادي نخليه واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع كان البرد. صافي هذا هو الشكل ديالو. وبالنسبه لك الجو سخون ربع ساعه ولا هذا راه كتكفي. ها نتوما كما كتشوفوا راه كيكون الخليط ماشي ثقيل بزاف وكله مهوي هكا وفيه الفقاعات. صافي هنا بالنسبه للطياب راه ساهل. كناخذوا المقله بالحجم اللي بغيتو واللي متوفر عندكم، تكون ما كتلصقش. كندهنها بالزيت، زيت نباتيه صافي، وعلى عافيه اللي هي متوسطه، ما تكونش مجهده باش يطيبوا لينا مزيان. صافي كنخليوهم حتى كينشفوا، ماشي بحال البغرير يعني كيكون باقا فيهم العجينه. المهم كيشدوا راسهم مزيان. صافي غادي نقلبهم. هنا راه درت 2 مقلات باش دغيا دغيا نسالي. كنطيب في وحده وكنقلب في الاخرى صافي، ونخوي ثاني الاخرى دغيا دغيا. المهم كانت عندكم زعما استعملتوا مقله وحده راه غادي طيبوا عادي، غتقلبوها في المقله وتسنى تطيب وعاود تخويوها. المهم الطريقه باش كتسهلوا عليكم الطياب وما كياخذش لكم وقت كتير في الوقوف في الكوزينه. ها نتوما كما كتشوفوا راه نفس الحاجه كتكرر حتى غادي نسالي العجينه ديالي كاملين، وغادي نرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا راه كما كنقول لكم راه كتكون باقا فيهم العجينه. صافي بالنسبه للمقله الثانيه نقصوا عليها العافيه هي مزيان. صافي وهذا هو الشكل ديالهم. نتمنى انهم يعجبوكم، راه كيجيو زوينين بزاف، خفاف وساهلين كما قلت لكم. واحد نص ساعه هانتوما موجدينهم. ديروا بهم الكوتي ولا تقدموهم هكا للضياف. الا جا عندكم شي ضيف على غفله راه دغيا دغيا توجدوهم، بالخصوص ملي كيكون الجو يعني سخون دغيا كيخمروا دغيا كيوجدوا. يلا مع السلامه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والى